طبعا بنبقى مفتقدين السلوك. اكيد. طب خلينا احنا سمعنا وجهة نظرك، نسمع وجهة نظر الشاعر الكبير. اتفضل، وجهة نظرك ايه في الموضوع ده؟ الناس تروح يعني تتفسح. انا معاك طبعا ان في بعض الجوانب السلبيه بنلمسها، ولكن كون ان سعر التذكره قليل ده شيء جميل جدا، لان في ناس بتجيلك من بلاد تانية ومن اقاليم تانية عشان يحضروا. فالمفروض ان احنا نبدا، يعني لو في عيب ان احنا نحاول نحط ايدنا عليه ونبدا نعالجه شويه شويه. لكن فعلا معرض الكتاب كان في ناس كتير استفادت منه. طيب تلاقي كتب وتلاقي حاجات كتير قوي. احمد، عايز اسالك، هل احنا مصريين كمصريين احنا شعب بيقرا؟ طبعا احنا شعب، يعني شعب بيقرا من زمان ومن سنين السنين. ده بتكلم على ولكن دلوقتي، ما هو مش دعوه دلوقتي بالسنين. بالظبط هقول بتكلم لحضرتك. على دلوقتي. في طفره في الخمس سنين اللي فاتوا حصلت، ان الثقافه بدات تاخد منحنى تاني، وبدات تاخد طابع نوعا ما شبه جماهيري واجتماعي. بدا حفلات التوقيع والدور النشر والكتاب الشباب. بس دي يعني معلش، اتفضل. انا محترم طبعا وجهة نظرك جدا، بس ده في نطاق ضيق قوي. نخبة مثقفة كريمة المجتمع هم اللي بيحضروا الحاجات دي، وهم اللي بيبقوا مهتمين بالكلام ده. بس انا بتكلم على مصر، ال 80 مليون، كام واحد بيقرا؟ يعني برضو الناس، في ناس يعني الكلمه المعروفه اللي اسمح لي اقولها، يعني الناس يقول لك عشان اكل عيش، علشان نبقى كل واحد مشغول في حياته ومش فاضي ان هو يقرا. لكن مين فينا يعني على ابسط الاحوال مش بيقرا جرايد مثلا، مش بيجيب كتب بسيطه ولو دينيه مثلا يقراها؟ فده موجود. والفتره اللي فاتت يعني اكيد انت بتقول بقالك كتير ما رحتش، روح معرض الكتاب بقى ان شاء الله هروح السنة دي، بس انا هتشوف مش عايز اكتئب لو لا رحت. تيجي هتشوف الندوة فرق شاسع. بتاعتي. الندوات كنتوا الاثنين لازم اجي احضرها طيب. واسقف لكم، وده دورنا اكيد، طبعا. ده اكيد. لا هتلاقي فرق شاسع. اكيد. طب خليني برضو اسالك، هل دلوقتي ناس كتير قوي بتستخدم الكمبيوتر والتكنولوجي والانترنت بقى في بيوت كتير قوي، هل ده اثر على الكتاب؟ انا في رايي انه اثر على الكتاب، بس في ندوه من ندواتي قلت الكلام ده، هجمت تماما. يعني انا لدرجه قلت ان الكتاب بعد 10 سنين مش هنلاقيه قوي، يعني مش هنهتم ان احنا نروح نشتريه لان كل حاجه موجوده. هاجمتي ليه؟ مين اللي هاجم؟ لا، اللي كانوا قاعدين حاضرين الندوه. هاجموكي ليه؟ لا، عشان قلت ازاي؟ الحق؟ مش هنستغنى عن الكتاب. ما حدش وافقني. حسيت ان انا لوحدي كده، انا بتكلم لوحدي. لا، انا حاسه باين اساسا ايه اللي بيحصل دلوقتي. انا بقعد مثلا 5-6 ساعات على النت، بقرا جرانين، بقرا مدونات، بجيب كتاب، بنزل كتب واقعد اقرا فيها. ما كتاب عايزاه مش لاقياه ما بنزلش اشتريه، بقعد اقرا فيه. اي نعم. الكتاب لما الواحد كده بيمسك الكتاب ويقعد يقرا فيه، وريحه الكتاب نفسها ليه رونق مختلف جدا عن النت وعن الكمبيوتر. يعني حتى الواحد الكتب كل ما بتقعد عنده، كل ما بتصفر زي الكتاب اللي في ايدي ده، كل ما بتحسي ان في قرب بين الواحد والكتاب. بس هل ده موجود دلوقتي في الاجيال؟ يعني الاطفال والشباب الصغيرين دلوقتي فاهمين ده؟ هو هقول لك على حاجه كيف انا شايف ان هو موجود بسبب بسيط، ان مع اعترافنا بالفائده الكبيره للانترنت والصحافه الالكترونيه وكل ما شابه، ولكن جانب كبير وتوفيق كبير للكتب اللي طالعه وانتشار الكتاب الشباب والندوات الجديده. الانترنت، ان انا بسمع ان شريف عمل ندوه في المكان الفلاني فانا بروح له، الناس كلها تعرف. الدعايه، اول دعايه دلوقتي بتبقى على على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي كلها. طب في اكتر ان حضرتك دلوقتي ميديا وقناه، ولما تيجي بتقدم بتقول الموقع بتاعنا كذا والفيسبوك كذا، فده بيسند ده دلوقتي. طيب كلام جميل. هنا بقى نبتدي بتسالي وتكلمي عن الكتاب الخاص بيكي. كتابك شجره واربع ليمونات، عن 4 فتيات، 4 بنات امارات من الريف. كل بنات مصر امارات. وانت كاتبه اللغه الريفيه. ودي حاجه جديده. البلد كده، حاجه فلاحي. والبلد يوكل. هتقولي جبتي الفلاحي منين؟ وانت كنت اساسا عايشه في الكويت. بس مامتي من الفلاحين. وانا عايزه اقول لك مامتي دي ضحكت علينا فتره من حياتها. عندي بقى اتوقع بمناسبه مامتي، الكاميرا فين؟ مامتي بتموت فيه. ربنا يخليها لك. بس انا عايز اقول حاجه، عشان انت قلتي مامتي من الفلاحين. ساعات ناس بيكلموني على الهوا بيبقوا من الفلاحين ويقولوا لي اقول لهم انتوا منين، يتكسفوا يقولوا. لا اخجل طبعا. شفتوا بقى؟ لا اخجل. يا رب يقولوا يعني اقول لهم ليه؟ يقولوا لي اصل احنا من الفلاحين ونتكسف. لا كسف؟ ده الفلاح ده اللي بياكلنا ويشربنا، ما نقدرش نستغنى عنه. واحنا كلنا فلاحين، كل الشعب المصري فلاحين. لا دي اعلى حاجه، الواحد لازم يبقى فخور. طبعا. فاشكرك ان انت قلتي كده. احكي لنا عن قصتك بقى. انا كنت الاول ليه بتكلم، بعرف الكلام الفلاحي. انا عايشه في الكويت، ومامتي كانت في الاجازات تجيبنا تنزلنا في الصيف. ما تكلميني بالفلاحي طيب.
لا اتكسف، لا. ليه بقى؟ ده احنا لسه بنقول الفلاحين وكده. لا اتكسف، لا انت تقرا روايه. طب اوكي خلاص هعديها لها. فكانت تاخدنا في الصيف ننزل الارياف عند اهلها، يعني طول السنه محرومه منهم، لدرجه ان وانا طفله صغيره لما كنت برجع الكويت بقابل بقى لبنانيين فلسطينيين جيراننا بقى، فاهم؟ كل واحد يحكي لي عن شجره الارز وعن الجبل اللي طلعوه. انا احكي لهم ان مصر هي القريه الصغيره بتاعت في مخيلتي ان هي دي مصر، الفلاحين. لغايه ما كبرنا واتمردنا، لا ودينا بقى اسكندريه والقاهره بقى الحاجات دي يعني. فعشت فتره اعرف طريقه كلامهم، جدتي، خالتي، كلام فلاحي. انا جدتي شفتها بعيني وهي بتلبس الملايه اللف، حضرت الموضوع ده يعني. فانا يعني جوايا، يعني ده حاجه اتزرعت جوايا، فبعرف يعني اتكلم، بس مش هتكلم مش خليكي تتكلمي بمناسبه الملايه اللف. انا مفتقد جدا ان احنا دلوقتي ما بقاش عندنا في مجتمعنا حد بيلبس ملايه لف، بقت حاجه نادره ان احنا نشوف. ما اعرفش ليه الديزاينرز عندنا في مصر ما طوروش الملايه اللف، وان واحده زيك ولابسه مودرن كده بس ممكن تبقي لابسه ملايه لف عليها. ليه لا؟ والله يعني ممكن تبقى ايه رايك في الموضوع ده؟ موافق ولا مش موافق؟ تبقى زي القمر طبعا. لا يعني احنا دلوقتي ما عندناش حاجه للاسف في مجتمعنا زي، ولسه الاسبوع اللي فات كنت بتكلم كان معايا شباب كنت بتكلم معاهم الموضوع، ما عندناش زي بيعبر عن اصالتنا. لو احنا ماشيين بره نبقى لابسين يقول لك ايجيبشن. لا هقول لك على حاجه، هو موجود على فكره، موجود جدا. انا ما سافرتش بره مصر قبل كده، ولكن يعني في ايام زي اللي احنا فيها دي، زي احتفالات بفوز مصر مثلا، تشوف احتفالات المصريين في الدول الخليج، تلاقي الزي بتاعنا، الجلابيه المصري البلدي الصعيدي بكم واسع، تلاقي القفطان والحاجات اللي بيحطوها دي، لا موجوده بس بقت نادره. موجوده. العاصمه اخده مثلا مساحه صغيره والاقاليم، لكن اغلب مصر كلها صعيد وارياف وفلاحين، والناس كلها بتلبس اللبس بتاعنا موجود. جميل. ومين فينا مش بيلبس جلابيه في بيته اساسا هو يعني؟ تبقى لطيفه ترى وتحسي. طيب قولي لنا بقى، كلمينا عن الاربع شخصيات اللي عندك في الكتاب. هم 4 بنات حلوين فقراء، يعني هو العامل المشترك بينهم الفقر والجمال، الجمال الفج يعني، ومستكترين نفسهم على الفقر. كل واحدة عايزة تعدي بطريقة معينة، هتسلك سلوك معين. هيختلف الطرق بتاعتهم، في منهم هتتصرف بشكل مش مظبوط، بس في ليه معالجة وفي ليها يعني مبررات. يعني أنا حتى الشخصيات اللي غلطانة في الرواية بتاعتي بخلي اللي يقراها يتعاطف مع غلطها. ايه نوع الغلط؟ في واحدة منهم يعني خطفت واحد من مراته، في واحدة مارست نوع من الشذوذ، بس مش معلن في الرواية، يعني متغطي خالص، ما فيهوش ابتذال تماما يعني. في واحدة كان اللي متبنيها بيغتصب حقوقها يعني وكده كده يعني. الاربعه كده كوارث؟ لا ما هو لا، ما انا هكتب ليه بقى؟ ما هو انا هكتب ليه الا اذا كان في حاجه فعلا عايزه تتقال غريبه. ما هو لو ما فيش حاجه غريبه مش هكتب. اتهاجمتي على الروايه دي؟ لا والله مش قوي، لان ما فيهاش ابتذال حقيقي بجد. بس انا عايز اسالك حاجه، هم الاربع انا اتهاجمت للعاميه فقط، ان ليه تكتبي بالعاميه. بالعكس دي حاجه لطيفه قوي، انا يعني شايف ان حاجه لطيفه. بس في الاربع شخصيات متناقضين جدا. هل انا مش عايز قرايه كتير بالريف المصري للاسف، وانا مكسوف اني بقول كده، بس هل البنات في الريف المصري بيبقى فيه تناقض يعني، ولا كلهم عايشين نفس العيشه فكلهم شبه بعض؟ لا في حد شبه التاني، لا متناقضين طبعا، كل واحده ليها تفكيرها وليها شخصيتها وليها اولوياتها. لا طبعا مش شبه بعض، بس هم عايشين عيشه واحده. فهنتكلم عليهم اكتر واكتر، بس خلينا بقى نتكلم مع احمد واللي انكسر يتطوح. احكي لي. يعني هو انا مبدئيا الفكره جت